السلام عليكم، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملة لكم وصفة حلوة أوي، منين طري ومن جوّه ومن برّه مقرمش حلو أوي، إن شاء الله يعجبكم. يالّا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. جبت طبق حطيت فيه معلقة خميرة فورية كبيرة، معلقتين سكر، نُص كوباية مَيّة دافية، لازم المَيّة تكون دافية طبعًا عشان تطلّع لي الخميرة بسرعة. نقلّبهم كويس، ندوّب الخميرة مع السكر كويس، نحطهم على جنب عقبال ما نخلّص المكونات بتاعتنا الباقية. بولة نحط فيها 4 كوبايات دقيق، مش هتعملي 4 كوبايات دقيق وخايفة من في ناس بُصّي عندها شوية إيه، قلق في المعيار. الكوباية من دي اللي هو مَج الشاي العادي بتاعنا، 5 معالق هرميين دقيق. 5 معالق هرميين دقيق. خلاص كده، حطينا 4 كوبايات، أنا باعاير لِك بالمعلقة أهو كمان عشان تبقي إيه، واثقة من كلامي. يبقى الكوباية بتتعاير ب5 معالق كبار هرميين. خلاص كده، نحط الدقيق بتاعنا، 4 كوبايات أهو، نحط عليهم معلقة بيكنج باودر كبيرة، معلقتين ونص سكر أو 3 معالق سكر ممسوحين، نص معلقة ملح، معلقتين كبار سمسم. أنا باحب السمسم، أنتِ عاوزة حاجة تاني غير السمسم براحتك، بس أنا بافضّل السمسم، بيبقى بيدّي طعم حلو للمعجنات بصراحة. نقلّب المواد الدهنية مع بعض، خلاص كده، نعمل حفرة كده في الوسط. المادة الدهنية بتاعتنا نُص ربع كوباية زيت، عليها 3/4 سمنة وتكون سخنة. الخطوة دي مهمة جدًا، يبقى ربع كوباية زيت حاطة عليهم 3/4 سمنة أو زبدة، ولازم الخطوة تكون سخنة يا جماعة، مش سخنة بتغلي بس تبقى سخنة، بتدّيكِ طعم حلو أوي للمنين أو كحك بعجوة، الحاجات اللي أي حاجة منين أو كحك تبقى حلوة أوي. لازم تسخّني الزبدة أو السمنة أو الزيت اللي هتحطيه، الخطوة دي مهمة جدًا. نبِس بقى العجين، ندخّل المادة الدهنية في كل الدقيق اللي يبقى عامل زي الرملة كده، ما نستسهلش الموضوع ده، لأ نفضل كده وراها لغاية ما ناخد اللي إحنا عاوزينه منها، إن هي تدوسي عليها كده تتكوّر معاكِ وتفُك بسهولة طبعًا. أهو زي ما أنتِ شايفة، لازم الخطوة دي ما تكسّليش فيها، أهو تدوسي عليها كده، شايفة عملت إزاي؟ الخطوة دي بتدّيكِ طعم حلو أوي للمنين وبيخلّيها حاجة طعمها طاعم بصراحة. تقعد لها حوالي 5 دقايق. هنحط الخميرة بتاعتنا، الخميرة دي فيها ربع كوباية مَيّة دافية عشان أقول لِك المواد السايلة قد إيه. اللبن دافي برضه، هاحط عليها نُص كوباية لبن، يعني خدت كوباية إلا ربع مَيّة أو مادة سايلة. عايزة تحطي بدل اللبن مَيّة براحتك، ما فيش مشكلة خالص، بس مَيّة دافية برضه. خلاص، هنحط نُص لبن وربع المَيّة اللي إحنا كنا حاطينه على الخميرة. خلاص، نجمّع العجينة بتاعتنا، إحنا بنجمّع العجينة ما بنعجنش. سهلة والموضوع سهل جدًا، كل ما تعملي كمية قليلة بتبقى أسهل عليكِ. يعني ممكن تعمليها كل يوم، العجينة دي ممكن تعمليها كل يوم، المنين ده مفيهوش أي نوع من أنواع التعب وما بيخمرش فترة طويلة، لأ بياخد هي مش أكتر من نُص ساعة، بس ولّعي الفرن وسيبي المطبخ يدفى، هتلاقي الخميرة طلعت معاكِ بسهولة. أهو، نلِم العجينة زي ما أنتِ شايفة، إحنا بنلمّها بس يا جماعة ما بنعجنش. طرية ومش ناعمة، هي مش عجينة ناعمة، السمسم مديها ريحة حلوة أوي. عايزة تحطي بقى أي حاجة تاني أنتِ، أي ريحة تاني براحتك، بس أنا باحب السمسم بصراحة. خلاص كده، هنفرد على طول، يعني إحنا هنسيبها بس إيه دقيقتين كده، عقبال ما نجهّز الصاج بتاعنا أو الصواني بتاعتنا اللي هنقطّع فيها، بس لازم تغطي طبعًا العجينة، مش هنكمّل يعني 5 دقايق ونبتدي نفرد فيها. خلاص كده نطلّعها، نحطها قدّامنا ونقطّع بقى. التقطيع براحتك برضه، يعني الشكل اللي أنتِ عاوزاه، بس هو أسهل حاجة علينا وأحسن حاجة والشكل اللي إحنا متعودين عليه في المنين هو الشكل ده. عايزة تصغّري بقى القطعة تكبّريها براحتك برضه، أنا باحب الحجم ده، هاعمل لِك حجمين أوريكِ أنهي واحد فيهم أنتِ عاوزاه، خديه براحتك. افرديه كده بإيدِك،
خلّي سمكه يعني سنتي وشوية، خلّيه ماسك نَفْسه، يعني ما تخلّوش رفيّع أوي. أهو نفرد ونبتدي نقطّع، أنا باقطّع بقطّعة البيتزا، ممكن تقطّعي بالسكينة. أهو أنا باحب الحجم ده أوي، تحسّي إن أنتِ بتاكلي حاجة ليها لازمة يعني ما تبقاش حتّة صغيّرة كده لأ، الصباع كده ماسك نَفْسه كده حلو أوي. خلاص، هاحُط ده وهاورّيكِ برضه الأصغر منّه بيبقى شكله إيه. أهو، الكمية حلوة أوي، أنا عندي الصاج ده بياخد يعني قد صينيتين وربع كمان. تمام، بينفعني بصراحة إن هو ما بياخدش مواعين كتير، وبينجز معايا في أي حاجة. خلاص أهو، هاعمل لِك دي الصغير شوية هاوريكِ شكله، أنتِ بقى عايزة تعملي الكبير عايزة تعملي الصغير براحتك، حاولي تسويه بس كده عشان يبقى شكله حلو. الاختيار براحتك، الحجم اللي أنتِ عاوزاه اعمليه، بس نبطط كده ونخلي شكله حلو عشان يبقى كله سِوَى واحد. خلصنا كده. المعجنات حلوة أوي ودمها خفيف كده في التقطيع، والحاجات السهلة ما بتخلّيكيش تزهقي بصراحة، الحاجات السهلة دي مُريحة جدًا، بس أهم حاجة زي ما قُلت لِك سخّني السمنة كويس، بتدّي ريحة حلوة أوي للمعجنات منين بالذات الحاجات الدايبة دي، بيبقى من برّه مقرمش ومن جوّه طري، لأ حلو فعلًا، طعمه حلو وريحته حلوة. خلاص كده خلّصنا، الصاج بتاعنا الفرن طبعًا بتاعنا والع، أنا لسه هاسيبه يخمر، بس خلّي الفرن والع يدفّي لِك المطبخ عشان يخمر معاكِ بسرعة، الخطوة دي مهمة جدًا. يعني شغّلي الفرن وخلّيه واطي مش عالي أوي، بيدفّي لِك المطبخ، وأهو تلاقي العجينة خمرت ما بتاخدش معاكِ وقت، لكن لو مش هتولّعي البوتاجاز بتاخد لها تقريبًا ساعة في الجو الساقعة ده. خلاص كده زي ما أنتِ شايفة أهو، شايفة اللون حلو إزاي، تسوية حلوة أوي. طبعًا إحنا عارفين إن دايمًا الفرن أو الصاج اللي بتسوّي فيه بيبقى فيه ناحية بتلسع منِّك شوية ولونها بيغمق أكتر من الناحية التانية، لكن التسوية عندي حلوة أوي، اللون ده حلو جدًا. طعمه حلو والريحة حلوة أوي، ريحة حلوة بجد يعني بصراحة هتعجبكم، تشربيها بقى جنب شاي، جنب قهوة، جنب استغفر الله جنب شاي بلبن، شاي فاضي كده من غير حاجة، شاي عادي، نسكافيه، في الفطار، في العشا، زهقانة مش عارفة تعملي إيه، تاكلي لِك واحدتين كده، الحاجة دي بتعدل المزاج بجد يا جماعة. أهو زي ما أنتِ شايفة عامل إزاي، شايفة؟ بجد حلو أوي. من جوّه فاضي كده وهش، وطعم السمسمية تحفة فيها، أهو زي ما أنتِ شايفة هشة إزاي وخفيفة إزاي، لسه طالعة من النار طبعًا. أهو كوباية شاي بلبن بقى حكاية، يعني إيه، عملت لكم اللي أنتم نفسكم فيه بصراحة، وما خدناش نُص ساعة في المطبخ، بجد ما خدناش نُص ساعة، سقسقي كده وكُلي، حاجات سهلة دلوقتي والوصفات بقت سهلة مش زي زمان، وبتخلص بسرعة، أهو سقسقي كده وكُلي، سقسقي وكُلي. بجد حلوة، اعملوها، قومي اعمليها ما تكسليش، أهو ما حدش سايبني، يعني حتى كوباية الشاي بلبن بتاعتي ما حدش سايبني، زي ما أنتِ شايفة أهو حلو أوي، قومي 4 كوبايات دي واشتغلي، هتعجبكم جدًا وبألف هنا ومع السلامة.